السلام عليكم ورحمة الله. معانا النهاردة منزل 3 أدوار في المنطقة الرابعة قطاع د، تاني نمرة من الطريق الرئيسي مباشر. ما شاء الله تشطيب المنزل زي ما حضراتكم شايفين كله جديد. دي كده تاني نمرة من الرئيسي على المدارس والخدمات، طريق دجلة جاردن مباشر. ده كده مدخل البيت، الجنينة الأمامية. طبعا البيت 150 متر، 75 متر مباني، والمفترض 75 متر جنينة. احنا عاملين هنا حاجة ممتازة جدا. المباني بتاعتنا 120 متر، وباقي المساحة حديقة أمامية وخلفية. 120 متر صافي. ما شاء الله تشطيب المنزل حاجة مميزة وقليلة في السوق، مفيش منها كتير. ده كده المدخل الرئيسي للمنزل. ما شاء الله نظام مدخل فيلا. الريسبشن كله جبسن بورد، بيت نور سبوت. ما شاء الله شغل كله ليزر، حاجة محترمة جدا. سبوت 3 حركة، حاجة مصروف عليها. ما شاء الله كل حاجة في البيت جديدة، حتى العفش مفيش أي حاجة. ما شاء الله مفيش أي حاجة خالص مستعملة. كل البيت أول سكن، أول تشطيب. دي كده الحمام بتاعنا، حمام ضيوف الدور الأرضي. الصحي كله جديد، أول استعمال. معانا هنا ممكن نقدر نقفلها كابينة شاور، مرتاحة جدا، مساحتها حلوة. ما شاء الله ده كده مطبخ أمريكان للدور الأرضي. ريسبشن معانا هنا 4 قطع، قطعة للسفرة، 3 قطع منفصلين نقدر ننفذ فيهم ركنة، ننفذ فيهم انتريه، صالون. ما شاء الله حاجة محترمة. فرز أول كله سيراميك، سيراميكة الأرضية، الحوائط صحي، كل حاجة فرز أول. ده كده باب الجنينة الخلفية، برضو مساحة محترمة جدا. ما شاء الله تشطيب الخلفي محترم، مفيش أي إهمال في أي تشطيب. مش عشان المنزل الواجهة الخلفية مثلا هنهمل فيها، لأ، كله متقفل حديد، كله حجر مايكا، إضاءات، سبوتات، أب داون. ما شاء الله معانا حق انتفاع للمنزل كبير جدا يخص المنزل، كله مزروع ما شاء الله وطارح، حاجة جميلة جدا، كله ريحان ما شاء الله. نشوف مع بعض الدور التاني والدور التالت. دي كده أول قطعة للسفرة قدام المطبخ الأمريكاني على طول، و3 قطع ما شاء الله، حاجة محترمة جدا. الدور الأرضي ريسبشن كبير، 4 قطع، مطبخ أمريكاني، حمام كبير ضيوف، في كابينة شاور. دي كده غرفة ما شاء الله مساحتها ممتازة جدا، واستغلال المساحة فيها حلو جدا. غرفة كبيرة وريسبشن كبير، حمام ومطبخ. الدور التاني طبعا السلم ترابزين حديد، شغله كله مصمت. الرخام بتاعنا حاجة محترمة جدا، فرز أول كله، شغل كله عمولة ما شاء الله. ده كده مدخل الدور التاني، ريسبشن كبير جدا بيطل على الشارع الأمامي. ما شاء الله مساحة محترمة نقدر نستغلها كويس جدا جدا. نقدر نقسم ريسبشن قطعتين محترمين جدا. ده كده المطبخ الأمريكاني على الريسبشن على طول، الرخام كله متقفل، مطابخ المنزل. دي كده غرفة أطفال، سريرين ودولابين، مكان جميل جدا، يشيل معانا تسريحة، يشيل معانا مكتب، مفيش أي مشاكل. ما شاء الله ده كده الريسبشن وغرفة الأطفال. دي كده طرقة توزيع، دخلنا على غرفة نوم كبيرة
ما شاء الله حاجة محترمة جدا. تشيل معانا سرير كبير ودولاب، تسريحة، دريسنج، مفيش أي مشاكل. ليها غرفة ما شاء الله، وليها غرفة كبيرة ببلكونة. بلكونة بتطل على حق الانتفاع، بابها من هنا. معانا كده بلكونة على حق الانتفاع وشباك كبير للتهوية. منزل واجهته بحرية شرقية. دي كده مساحة الحمام بتاعتنا. الصحي كله برضو أول استخدام، كله جديد. كان السخان وكان الغسالة. ده كده المطبخ برضو مساحته جميلة جدا. متقفل كله ألموتال. المطبخ بتاعنا متقفل، معمول فيه حساب بالمقاسات، بوتاجاز، غسالة، تلاجة، دي فريزر، كل حاجة معمول حسابها. موجود مساحات تخزين محترمة جدا ما شاء الله. مساحة جميلة جدا جدا، نادرة جدا في ابن بيتك، واستغلال المساحة محترم جدا. نشوف مع بعض الدور الثالث أو التاني العلوي. كده الأرضي معانا 4 قطع ريسبشن، مطبخ وحمام وغرفة كبيرة وجنينة أمامية وجنينة خلفية. الدور التاني غرفتين كبار، واحدة أطفال واحدة نوم، ومطبخ وحمام. بسم الله. دي كده الشقة الدور التاني العلوي أو الدور التالت. طبعا كله شغل سبوت، ألوان قطيفة، كمبيوتر، بانوهات. طبعا ده كله بيطل على الشارع الرئيسي للمنزل. ريسبشن منفصل، نفس تشطيب للدور التاني أو الأول العلوي. 2 سرير، 2 دولاب. المكان طبعا كبير، متوزع فيه كهرباء كويسة، نقدر نستغله مكتب، نستغل تسريحة. جميل جدا ما شاء الله، حاجة محترمة. ريسبشن كبير. معانا هنا الغرفة التانية، غرفة نوم كبيرة لكن بدون بلكونة. الغرفة للدور التاني فيها بلكونة كبيرة على الجنينة الخلفية. هنا في شباك كبير على الحديقة الخلفية وعلى حق الانتفاع. ما شاء الله البيت مش مجروح نهائي. دي كده مساحة الحمام، مساحة محترمة جدا. الصحي كله جديد، مفيش أي حاجة استعملت خالص. سيراميكا فرز أول. البيت كامل على السكن بدون أي مصاريف. ما شاء الله كل التفاصيل نوريها لحضراتكم. دي كده مساحة تلاجة، مساحة غسالة، الحوض بتاعنا الرخام كله راكب. دي مساحة بوتاجاز، كل حاجة متاخدة مقاساتها وتم التشطيب على هذا الوضع. ده كده المطبخ بتاعنا متقفل كله جديد، مفيش حاجة استعملت. دي كده غرفة تالتة ما شاء الله. غرفة برضو مساحتها محترمة، تقدر تشيل فيها سرير ودولاب ومكتب. دي برضو بتطل معانا على الشارع الرئيسي. كده الدور التالت او التاني العلوي، 3 غرف، غرفتين كبار وغرفة سرير واحد وحمام ومطبخ وريسبشن كبير جدا. شوف مع بعض الروف. ما شاء الله الترابزين طالع معانا للدور يعتبر الرابع مش التالت. احنا معانا الروف مكمل، معانا مباني مكملين في الروف كله مباني ما شاء الله. معمول في غرفة ومطبخ وحمام. نقدر بقى نكمل الدور الرابع في التصالح مع الجهاز. ان شاء الله التصالح هيفتح قريب في شهر 5. نقدر نكمل الدور الرابع على حسب ما الجهاز يصرح لنا، او نقدر نصرح حتى بالروف، نصرح بغرفة على الروف، مفيش اي مشاكل. ده كده الفيو بتاع المنزل. مدرسة التجريبي قدامنا، الشارع الرئيسي اول نمرة عليه. ده كده الواجهة الامامية للمنزل. دي كده كومباوند دجلة قدامنا على طول. المدرسة اليابانية، شارع المنتزه، السياحية ألف. الشارع الأمامي للمنزل شارع كبير جدا محترم. الجنينة الأمامية